مرحبا. مر في العديد من العصور السابقة في عصور الجاهلية وغيرها من العصور العديد من الملوك والأمراء المتغطرسين والظلام الجائرين، والعديد من الحكماء أيضا. سأحكي لكم اليوم قصة الملك الجائر. كان ياما كان في قديم الزمان، كان هنالك ملكا ظالما غنيا حد الغنى، فقد كان مستولي على جميع مقدرات مملكته بغيا وظلما وجورا. فكانت الزراعة حكرا له حصرا، وحتى التجارة والصناعة أيضا له لوحده، حيث كان شعبه من أفقر الشعوب بسبب ظلمه وجوره. بل وكانت المصيبة الأكبر هي غطرسته، حيث كان يرى نفسه بأن لا مثيل له في كل الشعوب، وكان يرى نفسه بأنه هو الحق، وهو الجدير بأن يقود الناس لخدمة مملكته وعرضه. وكان هذا الملك الظالم يجيد الفروسية بلا منافس له، فهو لم يهزم في أي سباق، حيث كان يشترط على من يريد منافسته أن هزمه فسيتم جلده 100 جلدة بلا رحمة أو شفقة. ولذلك فقد تجرأ العديد ممن يجيدون الفروسية على منافسته، ولسوء الحظ فقد كان الملك الجائر بارعا جدا في الفروسية، فهزمهم جميعهم وجلد كل واحد منهم 100 جلدة بل رحمة. وبهذا تعززت غطرسته وظلمه وجوره. أسطورة قدم رجلا فقير الحال من بلاد بعيدة، فحط رحالة بأرض الملك الظالم. وبعد فترة قليل من الزمن عرف الرجل الفقير حكاية الملك الظالم، فتحدث الناس بأنه يريد منازلة الملك الظالم بالفروسية. فتعجب الناس وقالوا له: أنت رجلا فقيرا ومسكين لا تقوى على مواجهة الملك الظالم، فسيجلدك 100 جلد، كما فعل مع الكثير من غير، فقد هزمهم جميعا وجلدهم بلا رحمة أو شفقة. فترك هذا الأمر وسلم على نفسك. فرفض الرجل الفقير كلام الناس، وفي اليوم التالي ذهب إلى الملك الظالم وطلب أن يتناوله. فضحك الملك الجائر بأعلى صوته وصاح بوجه: انتهي الرجل التعيس، تريد منازلتي؟ كيف تجرؤ على طلب منازلتي؟ سأمر الجلاد بأن يجلدك 100 جلدة بلا رحمة أن أصريت على منازلتي. فقال الرجل الفقير للملك الظالم: إن هزمتني فاجلدني كما تشاء، هذا أن استطعت أن تهمني. فتأمل الملك الظالم للحظة، ثم بدأ يكلم الرجل الفقير باحترام وقال له: أنت متأكد من قدرتك على هزيمتي؟ فقال الرجل الفقير له: نعم، بوسعي هزيمتك بكل سهولة وبلا هوان. ورأى الشجاعة والثقة بالنفس بالرجل الفقير، وقال في نفسه: هذا الفقير بالتأكيد سيهزمني شر هزيمة، ويمسح كرامتي بالأرض ويذلني، وتضيع هيبتي بين الناس. ففكر الملك الجائر بحكمة وتريث، خوفا على فقدان هيبته، ثم قال للرجل الفقير: حسنان، أنا لا أقبل بمنازلتك، ولكن سأطلب منك أن تكون وزيري ومستشاري. فقال الرجل الفقير: سأقبل بطلبك ولكن بشرط. فقال الملك الجائر: وما هو طلبك؟ فأجابه الرجل الفقير: إن ترفع ظلمك وأعمالك الجائرة عن عامة الناس، وتحسن أحوالهم وتقسم الأراضي عليكم، ولا تبقي فقيرا أبدا في مملكتك. فتأمل الملك الظالم وقال في نفسه: هذا الفقير أن لم أوافق على شروطه ومطالبه فلم يتكرني حتى ينازلني فيهزمني وتضيع هيبتي بين المماليك وعامة الناس. ثم قال للفقير: حسنا، أنا موافق بشروطك وما تريد. وفي اليوم التالي أستلم الرجل الفقير الذي أصبح وزيرا المنصب، فقسم الأراضي للفقراء، وحسن أحوال الناس، وسمح للناس بالتجارة ومزاولة الأعمال وغيرها من الأمور. وبهذا فقد انهي الرجل الفقير الذي أصبح وزيرا ظلم وجور الملك. ففرح الناس فرحا شديدا وكبيرا لما حصل للملك الجائر على يد هذا الرجل الفقير. وبهذا فقد انتهت أسطورة هذا الحاكم الظالم الجائر، ولم تدوم.